بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أسعار النهاردة يا جماعة كلها زي ما تقولوا كده صدمة يعني عالية. أنا ما نشرتش الفترة اللي فاتت، الأسعار كانت أغلى من النهاردة كمان، بس الصراحة كان نفسي مسدودة جدا يا جماعة، لأن كل الطيور اللي انتوا هتشوفوها دي جالها الحالة وماتت يعني. كل الفراخ البيضة اللي كانت عندي ماتت كلها. والبط برضو الصغير، البط البغال ما تبقاش منه غير 3. وكل الفراخ اللي انتوا شايفينها دي كلها ماتت. طبعا الفراخ ما بتستحملش انفلونزا الطيور خالص. يعني في نفس اليوم اللي بتجيلها فيه انفلونزا الطيور بتموت كلها. البط يعني بيقعد كام يوم كده يظهر عليه الأعراض، وبعدين بتلاقيه لو بط صغير بيموت، لو بط كبير بيستحمل، بيقعد مثلا تعبان أسبوع كده ولا حاجة، وبعدين يخف ويبقى كويس وياخد مناعة كمان وما يجرالوش حاجة السنة اللي بعدها. ده لو بط كبير. أما البط الصغير ده كله مات، ما تبقاش من البط البغال غير 3 هما اللي اتبقوا. والفراخ دي كلها آه، لله الحمد، يعني الحمد لله هي ماتت كلها. هي كانت ماشية كويس يا جماعة والله خالص، بالخلطات دي، وكانت يعني زيها زي يعني كانت زي الفراخ اللي بنأكلها عليها صافية بالظبط، وكانت يعني أفضل كمان. بس الحمد لله يلا ما فيش نصيب فيها. الفراخ دي أنا كنت جايبة الفرخ بجنيه يا جماعة، وده كان سعر الفرز الأول، كان الكتكوت بجنيه. الفترة اللي فاتت كان الكتكوت بجنيه في كل حتة، وكان أقل من كده كمان. الفرز الأول طبعا، مش الفرزة التانية. بس الحمد لله ملناش نصيب فيهم. طبعا انا كنت عارفه ان هيجيلهم او هيجي انفلونزا الطيور عندنا، لان السطح بتاعنا مكشوف. او وانا ما اقدرش يعني ان اقفل مكان، لان السطح بتاعنا شرك، مش مليش حق التصرف فيه قوي يعني. فلو كان لي حق التصرف فيه كان يعني اكيد كنت هقفل مكان مثلا ليا لوحدي، او يبقى المكان مش مكشوف. لكن احنا عندنا يا جماعه حمام، يعني حمام الدنيا كلها بيجي عندنا، فبنقل اي عدوى. فبكون عارفه ان كل سنه كل شهر واحد في كل سنة بيجي عندنا الحالة. المرة دي نسيت خالص وجبت طيور، وده اللي نساني ان كان الكتكوت بجنيه الصراحة. فكنت اتشجعت وجبت، لكن الحمد لله برضو جالنا الحالة، وحاولت احافظ على قد ما اقدر، بس منفعش. الحمد لله. المهم عشان ما اطولش عليكم، اسعار النهارده الكتكوت الابيض عامل 12 جنيه، وده طبعا ده كان غلى قبل كده. عن كده كمان كان وصل ل 17 جنيه و15 جنيه. النهارده نزل شويه، كان نزل عن 12 جنيه، بس النهارده بقى ب 12 جنيه، وفي بعض الاماكن التانية وصل ل 15 جنيه برضه. يعني سعر الوقت الكتكوت الابيض عالي جدا، وعمره ما كان كده في شهر واحد، لانه كان بيبقى كل سنة سعره قليل. اللي مغلي سعره دلوقتي ان كل المزارع بتسكن كتاكيت، عشان سعر الفراخ البيضاء غلى جدا في المحلات، فده شجعهم ان هم يربوا. فكل المزارع دلوقتي بتسكن، فده اللي مخلي سعر الكتكوت الابيض والطيور كلها عموما تغلى دلوقتي. الى جانب كمان ان كانت سعر العلف نزل شوية، فكان شجع الناس كلها ان هي تربي، فالطلب زاد على الكتكوت الابيض فعلى سعره. الكتكوت الساسو برضو عامل النهاردة 11 جنيه. ونصح يا جماعة، لو هتربوا ساسو هاتوا ساسو شيفر جيل أول، هيفرق معاكم جدا، وإن شاء الله بتكون مناعته عالية جدا، زي يعني مقارب للبلدي جدا. فدي نصيحة، اللي عايز يجيب ساسو يجيب ساسو شيفر جيل أول، ساسو شيفر. ده نوع كويس جدا يا جماعة، بدوروا عليه هتلاقوه إن شاء الله، ده أحسن نوع في الساسو. المهم الهجيني، الكتكوت الهجيني برضو عامل 11 جنيه. الكتكوت البلدي يا جماعة اللي هو بلدي أرخص نوع عامل 6 جنيه. الكتكوت الرز عامل 10 جنيه، وده سعرها غالي برضو. الكتكوت الجميزة عامل 12 جنيه. نيجي للبط، المسكوفي
عامل 21 جنيه، وفي بعض الأماكن التانية 23 جنيه. كتكوت البط البغال المحلي أو المولر عامل 21 برضو 23، أماكن كده وأماكن كده. طبعا البلانشار أو البغال المستورد اللي هو أبو عين حمرا عامل 40 جنيه الكتكوت الواحد، وده طبعا سعر كمان ايه، جملة أو سعر معمل يعني، مش سعر تاجر خالص. التاجر بيغلي عن كده، وفي السوق برضو بيكون أغلى من كده. ونصح يا جماعة برضو لو هتربوا بط، البلنشار الأبو عين حمرا ده أفضل نوع. ما شاء الله بيجيب أوزان عالية جدا عن المحلي وعن المسكوفي وعن الأنواع التانية. البط الفرنساوي البيور عامل 13 جنيه النهاردة. السمان، حتى السمان برضو يا جماعة غلي شوية، يعني كان بيبقى عمر 20 يوم أو 17 يوم عامل، كان بيبقى ال3 ب10. النهاردة واصل الكتكوت أو السمانة ب6 جنيه، يعني هتجيبيها لسه تربي فيها شوية، عامل 6 جنيه. السمان ده يا جماعة برضو جميل جدا في البيض، في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. اللي عايز يبقى عنده بيض يربي سمان، يعني انت هتجيبيه عمر 20 يوم، هتقعديه عندك كمان 20 يوم او 25 يوم، هتلاقيه بيبيض عندك، وانتاجه في البيض كتير جدا، يعني انتاجه غزير جدا في البيض. فده حل لارتفاع سعر البيض دلوقتي حاليا يعني. ان شاء الله يعني نستمر في الفيديوهات ان شاء الله، وربنا يأجرنا في مصيبتنا ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك يا جماعة لو تكرمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.